الجزء في ساعتها. لكن مش ممكن. بص الجون ده يا جماعه في التمرين لميدو، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده التمرين ده على فكره النهارده يا اخوانا جايبينه لكم طازه طازه كده بعد الكلام الجميل اللي حصل. اوريه لنا تاني طبعا. قال لك بص خلي بالكم من ناحيه شمال هيعملها ازاي ميدو. فرقه برتقاني قدام الفرقه، يا ولد يا ولد، ومن لمسه واحده وراجع كده بيقول ايه؟ ها راجع وهو زعلان بيقول مساء الانوار. هو بيقول مساء الانوار يا معلم اكيد. يعني وحسام حسن عمال يسقف له، يعني لانه فرقته طبعا، انه حسام حسن بيلعب في فرقه وعبد الحليم علي ده كان امبارح ما حضرش النهارده. ما فيش ربط بين رغبته على موقعه وما بين غيابه، لكن المفروض طبعا انه يغيب باذن. حازم امام رجع مره ثانيه للتدريبات بعد ما اخذ راحه باذن. احمد جعفر وابراهيم صلاح غاب عن التدريب باذن من الجهاز الفني. يعني لازم يا عمرو، انت طبعا فاهم اللي انا عايز اقوله لك، اكيد لابد خلينا كده يا جماعه الحاجات الحلوه دي الناس تتفرج عليها في اخر تدريب لنادي الزمالك ينبسطوا. ده التدريب ده النهارده زي ما بقول لحضراتكم، النهارده صورناه وجبناه على مساء الانوار على طول، عشان برضو حضراتكم بالنسبه لعشاق نادي الزمالك يبقوا يستمتعوا معانا بهذه اللقطات. وما زلنا مع الزمالك وما زلنا مع اللقطات. شريف اشرف قال ان انا باقي مع الزمالك وفرصتي في المشاركه مضمونه. شريف لعيب جيد الحقيقه. قال ان هو لم ولن يدخل في مفاوضات رسميه مع الانديه المطالبه بضمه الفتره المقبله. وكان هناك تقارير اكدت تقدم حرس الحدود بطلب لضم مهاجم الفريق شريف اشرف. لكن شريف قال هناك العديد من العروض المقدمه لضمي خلال الفتره الحاليه. حسام حسن شكله عايز يرجع يلعب تاني، شكله عايز يرجع يلعب تاني. في دمه الكوره في دمه. وهتلاقيه على فكره في التمرين لو جت فرصه كده ولا كده ممكن تلاقيه بيندفع وداشنج وبيخش وبيلقط وبيعمل وحاجه الحقيقه جميله، وبيدي للتدريب طعم حلو. مفيش كلام. نرجع نشوف اشرف. قال انه صحيح عندنا كثره من المهاجمين، لكن من المؤكد ان هو بيثق في قدراته، وان هو يعلم ان هو ان شاء الله هياخد فرصته قريبا، واذا اخذها وفقا لكلامه مش هيتنازل عنها. ما زلنا مع نادي الزمالك. عمرو الصفتي: لن اجدد للزمالك الا بعد تقديري ماديا. عمرو الصفتي لاعب جيد وبيعتمد عليه الكابتن حسام اعتماد كبير في خط الظهر وفي خصوصا طريقه 4-4-2. قال هو على فكره اخر موسم له ده، يعني مع نهايه الموسم ده فري، وفي يناير ممكن ينتقل لو عايز. طبعا مش هينتقل، انا بقول لحضراتكم يعني القواعد الاحترافيه في الانتقالات. يعني لو اتنقل في يناير النادي الزمالك يستفيد. استنى لغايه نهايه الموسم ومشي الزمالك ما ياخدش ولا مليم. دي القواعد يعني واللوائح. قال انه يعني شايف ان هو اتظلم وان هو لن يفرط في حقوقه الماديه. وقال انه عنده عروض بقيمه 1,200,000 جنيه في الموسم، وبالتالي وعنده عرض جاهز في ايده، وبالتالي لن يرضى الا بهذا المبلغ فيما يتعلق بالتجديد. اخر كلام كان اخد هو يا ولد يا لعيب. شفت رقص ازاي؟ بس خلي بالك برضو مش عايز ياخدوا واحده المدافع اكيد، والا ممكن ما يلعبش الماتش الجاي. اخر حاجه اخدها كان عمرو الصفتي، كان 450,000 جنيه في الموسم. اذا عمرو الصفتي بيتكلم في 1,200,000، يعني بيتكلم تقريبا في 3 أضعاف اخر حاجه اخدها. وكمان قال انه كان هياخد الرقم ده خالص الضرائب اللي هو 450,000 دول. فوجئ بعد ما قبض انه مخصوم منه الضرائب. من المؤكد اداره الزمالك ستقدر اللاعب، اعتقد هذا يعني، وخصوصا ان هو لاعب بيعتمد عليه. وهناك فارق وانا بجدد مع اي لاعب بحط كده قدامي 1 2 3 4. نمره 1 و2 و3 و4 هو لعيب اساسي عندي ولا احتياطي اول ولا احتياطي تاني. لو اساسي عندي قوي له ثمن، لو احتياطي اول له ثمن اقل، لو احتياطي تاني له ثمن اقل اقل اقل، عشان اوصل له ويلعب فرصته مش كبيره، وبالتالي سعره لابد ان يكون ايضا مش كبير. اعتقد ان عمرو الصفتي انا اديته يمكن مساحه من الكلام جيدا انه يستحق هذا. بيعجبني رجولته، وبيعجبني كمان ان هو